السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده اخدكم كده جولة معايا كده في السوق، وهننزل نشوف ب10 جنيه هنقدر نشتري ايه. طبعا انا كنت فاكرة اللي على قد ال10 جنيه بس، لا ده طلع كمان في حاجات اقل من 10 جنيه. والسوق بصوا يا جماعة، اللي عايزة توفر فعلا بجد تنزل السوق. هتشوفوا دلوقتي معايا الاسعار وكل تفاصيلها، وانتوا هتشوفوا بنفسكم. يلا بينا كده جولة كده في السوق. طيب بصوا بقى كده، انا هجيب لكم كده من اول دخلة السوق، من اول ما انا ما دخلت كده السوق، واحده واحده كده مع بعض، وهنشوف ايه الاسعار ايه، وهنشوف التجار برضو هنسالهم عن الاسعار اللي احنا هنشوفها. حتى كمان لبس البيتي برضو هناك سعره متهاود قوي. دي كده بدايه مدخل السوق اهو. تمام كده. تعالوا بقى كده جوله كده ايه، واحده واحده كده مع بعض، هنشوف كل الحاجات وتفاصيلها ايه مع بعض. انا هنا رحت سالتها على الفلفل الالوان الصغير ده، قالت لي الكيلو ب15. قلت برضه اكلف لفه كده في السوق، مش هاخد من اول حد يعني. سامعين بيقولوا كل ليمون ب30، يعني دي كده بدايه مبشره بالتفاؤل ان الحاجه فعلا بدات تنزل. لما كان ب90 جنيه وكان ب100 جنيه فده. بين الخير لو سمحت. الخيار بكام؟ هو لسه لفه كده ولا الطماطم كمان نزلت يا جماعه، اللي كانوا بيقولوا ب10 لا دلوقتي بقت ب3.5. لما كنت فاكره ما عملت لكم المنيو بتاع الاكلات، كنت حاسبه لكم الطماطم على اساس الكيلو ب10 جنيه، دلوقتي الكيلو بقت ب3.5 اهي، بقيت ب3.5. هنا كيلو البتنجان انا كنت بنقيه الكيلو ال3 كيلو ب10، فالكيلو ونص كان ب5 البتنجان اللي هو الرومي ده. تمام. يلا نشوف كمان بقية الاسعار ايه. 3 ب10. بتقولي 3 ب10. هنا كانت بتقولي ال3 ربط ب10، لما جيت وزنتهم كانوا معديين الكيلو. دلوقتي طبعا في المحلات اللي هي اللي جنب بيوتنا دي، عشان احنا بنكسل ننزل السوق، بيبقوا عندنا الكيلو ب20 وب25 كمان. هنا كانت ال3 ربط كانوا ب10. بصراحه ربنا الملوخيه كلها كانت جميله، وكانت لسه صافحه كده وكانت حلوه. كانت ال3 ربط ب10، لما جيت وزنتهم كانوا معديين الكيلو. فالافضل بقى برضو السوق. انتوا شايفين اللي انا شايفاه؟ البطيخه ب35 جنيه، ده احنا بنجيبها ب80 جنيه وب90 جنيه، معقول؟ انا مش مصدقه اقسم بالله، عشان فعلا بقى جد بقالي كتير ما نزلتش السوق. هنا قلت بقى بالمره كمان اجيب كده ربطه نعناع، لقيتها حلوه قوي وريحتها كانت جميله، كانت ب5 جنيه. هنا بقى كنت ماشيه في لقيته بينده على الورد ايه الواحده ب10 جنيه، فقمت راجعه له قلت له انت بتقول ايه ب10 جنيه معقول؟ وقعدت اساله بقى على الاسعار. حتى اللي بالبيضه ديت الصغيره دي بكام؟ الاربعه 8 وب10. ب10 اللي هو الاحمر. ب10 ده يا حاج؟ والله ب8. طب والبطاطس؟ بصوا بقى يا بنات، البصل اللي عنده الابيض كان ب8، والاحمر كان ب10، والبطاطس فيه عنده ب6.5 وفي ب8. شوفوا الاسعار حلوه ازاي. لسه في تاني كمان اسعار هتعجبكم قوي، خليكم بس معايا. تحمير دي؟ تحمير؟ ماشي. كام؟ كله بسعر واحد، كله بسعر واحد، كيلو وربع ب10 ونص ب5. ده كيلو وربع ب10 والنص ب5. حلو والله. احنا من البياعين اللي عندنا. السوق حلو برضه.
الراجل بتاع البطيخ ده سرع ودني، بس بصراحه البطيخه بتاعته حلوه بامانه يعني. هو عمال يجعر كتير قوي لما كان ودني، بس رحت عشان اشوف من عنده البطيخ ده فعلا بجد حلو فجبت منه. هو بكام البطيخه بيقول؟ اسأله عبد الرحمن كده بكام البطيخه؟ شكلها حلو، مش بالميزان دي اعتقد. خمسين جنيه بيقول؟ حلو والله، حلو. تعال نجيب منها. طب تحط لي الحاجة وتحط لك عشان كترة في الروم. خد بقى تعالى كده شوف كده حسابك. لسه ما ده يقول لي اسعار 120 بصوا هنا الليمون ب 20 جنيه، كان في اول السوق كان بيقول ب 30 جنيه لو تفتكروا. الليمونه الواحده ب 2 جنيه. هنا كنت بسأله على الدواسات قال الواحدة ب 50 جنيه، كويسة برضه مش وحشة. بصوا هنا كده اللبس. طبعا هنا رحنا الراجل اللي كان عامل له البطيخ بيقول لك البطيخ شارب ميه معدنيه، ده البني ادمين ما بيشربوهاش. اللي ماله حلال يا بيه؟ عدينا يا مدام. اللي ماله حلال؟ صلوا على النبي اكسب. ها؟ 5 جنيه. طب نقي لي ربطه حلوه. هنا كان لفت نظري الفخارات ديت بصراحه، كانت عجبتني قوي فدخلت اسال كده على الاسعار. والفرجان زي كده في 75 في عندك الجمهورية ب 100 الجمهورية كمان ب 100 نظام الصفحات ب 150 في 150 مش عليها. العبايات البيضاء دي بكام والبيجامات بكام؟ الجامعة اللي جوه ب 180 اللي بره ب 100. هات كده بدون شرط. بقى اللي جوه بيقول ب 180 واللي بره ب 100. كويسين. هنا بقى خلاص كده كنت روحت بقى البيت، جبت البصل ده بقى دوت زي ما انتم شايفين كده. انا بحب اجيب البصل الابيض دوت او اللي هو ورقه ذهبي يعني، مش الاحمر، لان بحس ان هو بقى مسكر اكتر من الاحمر. الاحمر ده ممكن تحطيه في سلطه في حاجه يعني، حاجات معينه كده. لكن انا بحب الاحمر. بصوا هنا بقى الملوخيه اللي قلت لكم اللي الوليه كانت بتقول 3 ربط ب10، بصراحه بسم الله ما شاء الله جميله جميله ومسكره جدا في الاكل. جبت هنا بقى ربط كده نعناع عشان نبقى نعمل شاي بالنعناع بعد الاكل. برضو بحب يعني مش بحب البيت يبقى ما فيش فيه نعناع. هنا بقى برضو كده البتنجان اهوت اللي كان الكيلو ونص ب5. بصوا يا جماعه والله العظيم بجد الاسعار في السوق حلوه قوي يعني. انت لو شاطره تنزلي كده تلحقي تجيب حاجتك. انا كده جبت حاجات بسيطه عشان خاطر ابني كان عنده درس يعني وكده فكان مستعجلني. فانا جبت كده حاجات بسيطه في قلب البيت. لكن هنزل ان شاء الله عشان خاطر اجيب بقى اكل العيد وكده. فانت بقى لو شاطره تنزلي كده تجيبي حاجتك اللي ناقصاك قبل العيد، قبل ما ما الحاجه ما تغلى، لان التجار ساعات في ناس كده بتبقى جشعه وبتستعبط في الاسعار. هنا بقى جبت زي ما قلت لكم الفلفل اهوت والبطاطس. هنا بقى جبت البطيخه اللي شاربه ميه معدنيه بصراحه حلوه جدا ومسكره كده ومرمله وحلوه قوي بصراحه يعني، مش خساره فيها الفلوس. كانت ب50 جنيه على فكره، مش كانت ب35، لان كانت ام 35 كانت اصغر، فديت كانت كبيره شويه كده وبصراحه يعني تستاهل 50 جنيه. بس جبت هنا كده شويه حاجات كده تكفيني كده يومين، وان شاء الله هنزل تاني اجيب بقى كل الحاجات اللي انا عايزاها براحتي بقى، لان كان ساعتها ابني كانت مسربعه. اتمنى اكون فدتكم والفيديو يكون خفيف ولطيف عليكم. ولو الفيديو ده عجبكم قولوا لي وانا اعمل كمان، ننزل كمان اسواق تانية نشوف بقى اسعار اللحمه والفراخ وكده. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.